دو مي ري فا صول ما مي رو بو مي. ليش هذا؟ شلون مراجع قصة الموسيقى اعطونا اياها اليوم؟ ناس موسيقى بس مسخرة. ما راح لك يا وزير التربية؟ ليش التربية؟ لا ادري. راح لك يا استاذ محمد عبد الرحمن تركه. دخيلك له المنصب تركه يعني. والله تركه. طيب. يا حبيبي عمرك شفت شيء مدرسة نصارى تاخذ ديانة؟ لا. بأوروبا ولا بسوريا ولا بكل أنحاء دول العالم؟ لا. طيب سوريين كثار راحوا على أوروبا صح. هل أخذوا ديانة؟ لا. طيب هون لو جينا على سوريا ايه. فرضنا لهم شيء عليهم نحن؟ لا. طيب ليش تفرض علينا موسيقى؟ صح. نحن نوافقهم بمعتقدهم لا. شيء؟ نحترمهم؟ ايه. انتم توافقونا بمعتقدنا؟ لا. تحترمونا؟ لا. لا تحترمونا. غصب عنكم. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ويقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فعيب علينا نحن نيجي نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف بعد أن مكننا الله عز وجل. والعيب الثاني أنه تخرج التربية وتصرح أنه إحنا تراجعنا عن هذا القرار وسيبقى حصص الديانة كما هي. حصص الديانة ستبقى كما هي، ونتفاجأ بأن الموسيقى تدرس في المدارس والقرار لم يتم التراجع عنه بل هو يطبق في المدارس. فصفرنا هيك هذه التربية عم تضحك علينا ولا عم تضحك على نفسها ولا شو؟ عم تستخف عقولنا مثلا؟ هذا عيب. فرسالتنا إلى وزير التربية: نريدك أن تخرج في مقطع فيديو توضح لنا المسألة، لأنه نحن ما فاهمين يعني مين عم يضحك على مين. فأنت بتخرج تقول: والله يا جماعة أنه أنا صرحت وأعطيت قرار للتربية أنه يتراجعوا عن هذا القرار، ولكن هم ما سمعوا كلمتي. أنا ما دخلني هم ما سمعوا كلمتي، عشان نعرف يعني، عرفت؟ عشان نعرف مين طيب إذا ما كان قد المنصب؟ أي تركوا يعني خلاص.